السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم في 2026 ازاي اترقى او اطلب ترقية. خلينا الاول نتفق ان في نوعين من الموظفين. النوع الاول اللي هو راضي بقليله، والنوع الثاني اللي هو طموح ومقدر قيمة نفسه. سريعا نخش في الفيديو. صديقي البطل، لو انت معايا ومتابعني من فترة وبنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وصلنا مع بعض ل 2026 باستخدام الذكاء الاصطناعي ومكملين عشان نفتكر موضوع الادابتيشن ان انا لازم اكون متأقلم على اي حاجة بتحصل في السوق. اوكي، طيب انا عاوز اترقى في 2026، مش اللي هو اترقى وخلاص جت 2026 عاوز اترقى او اللي هو الميعاد، لا. انا بتكلم عن الموظف اللي هو الطموح ومقدر قيمة نفسه. في طريقة ومجربة الا وهي الVIP. اوكي، الVIP كل كلمة طبعا مش الVIP اللي احنا عارفينها اللي هو شخص مهم very important person، بس لا، VIP هو 3 جوانب لازم تكون جاهز بيهم عشان تترقى وتطلع خطوة ويمكن 2 في وظيفتك او في حياتك بصفة عامة. طيب الذكاء الاصطناعي احنا بنستخدمه او انت بتستخدمه او الابطال كلهم بيستخدموا، بالتالي ما فيش حد على وجه الكرة الارضية دلوقتي ما بيستخدمش الذكاء الاصطناعي. ولكن انا بتكلم تحديدا الشباب اللي احنا مع بعض من فترة وقلنا ان الذكاء الاصطناعي لازم استخدمه عشان يحسن مني كموظف، يعلي من قيمتي، يساعدني ان انا اكون productive اكتر، يساعدني ان انا اعمل او اخلص مهام في وقت قياسي. انا بكلم الشباب ده. طيب دلوقتي الGPT مثلا او الذكاء الاصطناعي لو انت بتستخدمه في نطاق شغلك، وانا انتظر او اعتقد ان احنا كلنا بنستخدمه في شغلنا دلوقتي، الذكاء الاصطناعي عارف عنك كل حاجة، فهنستخدم كده نظرية الVIP. تمام؟ الV قلنا الفاليو. طيب انا موظف دلوقتي وطموح وعارف قيمة نفسي، تمام؟ ده مش كفاية، واسمع اللي بقول لك عليه، ده مش كفاية. انت اللي يقدر دلوقتي يحدد لك قيمتك وهتتفاجئ هو الذكاء الاصطناعي. فلو انت دخلت دلوقتي على الGPT وقلت له يا باشا البشوات انا عاوز اقيم نفسي عشان انا عاوز اترقى بناء على البروجيكتس، بناء على التاسكس اللي احنا اشتغلناها مع بعض، انت شايف الفاليو اللي انا ضفتها ايه؟ بوم، هتتفاجئ ان الذكاء الاصطناعي رتب لك قائمة من القيمة او الفاليو اللي انت بالبروجيكتس وبالتاسكس والحاجات اللي انت استخدمته فيها عشان يساعدك فيها، رتبهم لك وادهم لك يا باشا، قال لك دي الفاليو. تمام؟ اوكي. طيب بعد ما تقرا الفاليو وتفهمه كويس وتعرف ان انت القيمة اللي انت بتلعبها في التيم او في الشركة، تاني حاجة الاي، الامباكت، وده مهم جدا مش ليك بس ولكن لصاحب العمل. ايه الامباكت، التأثير اللي انت ضفته بشغلك على التاسكس دي، اللي هو الاوفر اول، سواء كان برودكتيفيتي زياده، سواء كان تايم افيشنسي، سواء كان حاجات كتير. هتبص هتلاقي الGPT يقول لك تعالى لي يا باشا الامباكت، انت عملت 1 2 3 اللي هو بيعود على الشركه او بيعود على التيم ب1 2 3. وطبعا المقياس هنا هيكون النتيجه زي ما بقول لك اللي هو الامباكت، تاثير، انت عملت ايه، صح؟ اوكي. تالت حاجة ودي المهمة جدا اللي هي من غيرها حتى لو انت عندك الاتنين اللي هو الفاليو والامباكت حاجة واو، من غيرها انت مش هتعرف تطلع خطوة قدام. البي هنا هي البيرسوناليتي بتاعتك. انت دلوقتي طبعا انت مش هتقول لي الChatGPT قول لي البيرسوناليتي بتاعتي، لا، انت المفروض عندك نظرة لنفسك. ليه انت مختلف عن التيم، او ليه انت بترفض ان انت تكون موظف عادي، صح؟ يعني كلنا عندنا نظرة في اللي هو انا ليه مختلف عن التيم. اوكي، انا دلوقتي عرفت الفاليو وعرفت الامباكت،
بس انا شخصيتي يعني التيم باصص لي بايه كشخص، صح؟ هل انا عندي سمات الليدرشيب؟ هل انا عندي سمات الاونرشيب مثلا في البروجكتس او التاسكس اللي انا بشتغل عليها؟ هل انا اقدر الليد مثلا مشروع؟ حاجات كتير في جوانب كتير. هنا بقى الذكاء الاصطناعي مش بيقول لك انت شخصيتك ايه، لا، بتشرح للجي بي تي او ايا كان الذكاء الاصطناعي اللي انت بتستخدمه، وبتقول له اوكي طيب ايه الجوانب في شخصيتي اللي انا لازم اشتغل عليها واطورها عشان اقدر اطلع الخطوه اللي انا عاوزها دي، عشان خاطر اقدر اترقى. انت تنتظر بقى من الذكاء الاصطناعي ان هو يقول لك شويه حاجات او جوانب لازم تكون موجوده عندك في شخصيتك، وهيساعدك ان انت تشتغل عليهم. يعني هو 24/7 كوتش، صح؟ ما بيملش منك. يعني مثلا ممكن يقول لك انا شايف ان انت تشتغل على موضوع الليدرشيب، القياده. هتقول له طيب اوكي، خلينا ادينا مثلا شهر من دلوقتي، قول لي يوميا انا ممكن اشتغل على الجانب ده ازاي في شخصيتي واقويه. ممكن يقول لك على الاونرشيب، لازم تقوي الجانب ده في الاونرشيب، ان انت البيرسوناليتي بتاعتك تتسم بالاونرشيب، صح؟ او ممكن يقول لك ذكاء العاطفي. وعاوز اقول لكم ده شيء لا يتجزأ من الانسان الناجح. تمام؟ يبقى سريعا كده ريكاب يا شباب. انا عشان في دماغي اترقى في 2026 وانا موظف طموح، انا ما بقعدش كده واقول يا رب انا هكلم المدير بتاعي ان شاء الله لما نتقابل او في الميتنج اللي جاي، وعاوز اقول له بقى ايه الوقت جه، انا عاوز اترقى، انا بقى لي مثلا 3 سنين في البوزيشن ده، او لا 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 لا، ده كده كلام خاطئ. حط نفسك مكان المدير. المدير عاوز يسمع فاليو، عاوز يسمع امباكت، نتائج، وعاوز يشوف فيك سمات فعلا تأهلك ان انت تاخد البوزيشن ده. ده كان فيديو سريع يا شباب، ان شاء الله نكون كلنا بنستفاد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.